تفاصيل من الآخر خيي، روح حأكشف ماضيك بثواني، وحخلي المتابعين والمشاهدين يعرفوا من هو وإيم كليب على حقيقته. عرفت سنود؟ يا سنود يا سنود، وراك قلت وراك. احكي لهم للجمهور بس تطلع على التلفزيون وقل لهم كيف تعرفت على غازي كنعان لما كنت تشتغل بالعراق بالنفط يا ابو نفط، الله لا يحرقوا نفطك نفط. انا رح خبرهم عنك لانه ما عندكش جرأة، فيكش تقول لهم انه انا مقرين وضبطتني مرتي عند غازي هنا الكلب وإيم وهاب كان يشتغل بالعراق، صح، كان يشتغل بالنفط. ففي يوم من الأيام السوريين وقفوه في لبنان ومنعوه وحاصروه، فقدم كتاب تيشفوت لعند اللواء غازي كنعان عن طريقة ناس، فظبطوه الناس وفات لعنده. فطرح الفكرة، قال له وئام وهاب اش تشتغل انت؟ قال له انا عفوا، قال له اللواء غازي كنعان اش تشتغل انت؟ قال له انا بجيب نفط وبعرف شو المهم وعندي اشغال. قال له بلبنان اش في عندك؟ غازي كنعان بيعرف. قال له عندي نايت كلوب بجوني بغزير. قال له شو هن المواد تبعه؟ ما هو مقرن عرفه دغري. قال له انا بجيب روسيات وبجيب اوكران، بجيب رومانيات. ما هو كان هو خيو رامز بحبوا كثير الرومانيات، وخيو رامز كان مسلم النايت كلوب، رامز وهاب، رامز كليب. شفت يا قرقور اني عم بكشفك؟ فقام غازي كنعان قال له حبيبي عكلين رجعني بعد فترة. راجعوا، ما بدناش نطول عليكم. قال له غازي كنعان 50-50، بتجيب بضاعة 50-50. اشتغل هو وياه شوي شوي، صار يعزمه لغازي كنعان. في يوم من الأيام أخذ معه رومانيتين، رومانية وروسية من اللي بدكم إياهم. قال له غازي كنعان أنا يا حبيبي ما بشتغلش بالمستعمل، بده نظيف. فدعاه وهاب لعنده على البيت زيارة. المهم التقوا بزيارة بالبيت برا، زبط وئام وهاب هالمدام، لبست على آخر طرز حديدي بويا، كانت يعني قبل من 20 سنة، 18 سنة 20 سنة. فصارت العلاقات، وكانت لابسة هي تقريبا فوق الركبة بشبرين ونص يعني. وغازي كنعان بو يعرب، خلع له لتر ويسكي، أخذت العلاقات الحميمة. بعد فترة اتصلت فيه اتصال، قالت له بو يعرب أنا إلي عندك طلب. قال لها أنت ما بتطلبيش، قرد أنت بتموني على الدماء وبتأمري أمر. هذا اللواء غازي يا عمي، كان عمي مشان ما نبزو. فهون يا مسنود اجتمعوا بعد فترة، والاتصالات كانت بينه وبين مرته لوئام كليب هالمقرن. فصارت الصداقة الحميمة مع أم بشار. أم بشار أم هيدي والله معش أتذكر. المهم يا سنود ضبط الفيلم بينه وبينها. قالت له إلي عندك طلب. قال لها أنت بتأمري. فقالت له بدي حط وئام وزير بالحكومة الجديدة. قال له ولو عبد الله والمفتاح بإيده. شال التليفون وتواصل مع الرئيس الحريري الله يرحم ترابه. فالرئيس الحريري بيعرف الوضع. قال له شو بدي احط له وزاره يعني، هيدا زلمه ما بنعرفوش ومش معروف هو مين هو. قال له خيي زبط لي حي الله وزاره له، اعطيه وزاره الوسخ البيئه. ما هو لانه وسخ حطه بالبيئه، شوف لوين. حطه وزير بيئه. فطبعا اخذ حقه اللواء غازي من ام هيدي، ما بعرف ام بشار ام حمار. وظلت العلاقه الحميمه. ويلي على الحميمه لما شافت الحمامه قالت ويلاه ويلي، هيدي اللي حلمت فيه بمنامي. شفتوا يا حبيب قلبي؟
بدناش نرد ولا على التليفون، خلونا مع وئام كليب. وهذه قصة وئام كليب. فيا وئام كليب وراك حتى نهاية عمرك، إذا بقي لك عمر، إذا ما خليتك تنتحر. مشاهديني اعملوا متابعات وراح تشوفوا كل جديد وكل خبر عن هذا الوسخ ابن الوسخ المقرن اللي عمل. من بوابة جبل الشيخ قرر وئام وهاب الانغماس في الحرب السورية فأعلنها معركة. أهلنا لازمهم دعم بسوريا، فلندعمهم بالمال بالسلاح بالرجال ليحموا مناطقهم ويكونوا إلى جانب جيشهم ودولتهم. كل اللبنانيين الوطنيين لازم يكونوا معنيين بدعم أهلنا وما يكونوا متخاذلين في الدعم، ما نستحي من حدا. هاي معركتنا كلياتنا ونحن جزء من هذه المعركة. أنا على الأقل سأقوم بكل ما أستطيع لدعم أهلي. أنا ما عندي أي تردد، أنا سأقوم بكل ما أستطيع لدعم أهلي وصمود أهلي. مستعد حتى أنا شخصيا للمشاركة إذا أهلنا مضطرين لإلنا. نحن إذا اضطرينا رح نكون جنود بالجيش السوري كمان. حتى الساعة يؤكد وهاب أن عناصر حزب التوحيد الذين يقاتلون في سوريا هم أبناء البلد، لكن للمرة الأولى الحزب سيقيم صلاة الغائب في لبنان عن أرواح من سقط من عناصره. هن مواطنين سوريين يعني، ولكن منتسبين لحزب التوحيد وعم بيقاتلوا إلى جانب جيشهم وأهلهم. وطبيعي هي حصل هجوم على منطقة جبل الشيخ بالأمس، تصدى له الجيش السوري بدعم من الأهالي، وقع حوالي 9 شهداء بينهم 4 منتسبين للحزب. كلهم قاعدين عمالي بينتظروا نتائج المعركة في سوريا حتى يهزمونا هون. فشروا، ما رح نخليهم، وإن شاء الله يدعوا لربهم تربح سوريا، يدعوا لربهم تربح سوريا. إذا ما ربحت سوريا حسابهم رح يكون عسير. لأنه رسالة التحذير العامة إلى المراهنين على سقوط النظام لم تكن الوحيدة، فقد حذر وهاب أهالي شبعة من الانغماس مع المسلحين في مقاتلة النظام، قائلا: جنوب لبنان حتما لن يكون كشماله.